ايميلك في جوجل مش مجرد بريد، ده مفتاح حياتك. تخيل بقى لو اتسرق او ضاع، ممكن تخسر كل حاجة: صورك، ملفاتك، لو عندك قنوات على اليوتيوب. وناس كتير بيكتشفوا ده بعد فوات الاوان. فتعالى دلوقتي مع بعض، لو انت ناسي باسورد ايميلك او ناسي ايميلك، تعالى مع بعض نشوف ازاي نغير باسورد جديد. ويا ريت معظمنا او الفئة الاغلبية مننا ما بيكونوش عارفين الباسورد. ولو كده ممكن تكتبه في اي ورقة خارجية. هتضغط على اي حاجة من تطبيقات جوجل، وهتضغط على الصورة اللي بتكون في الجنب، وهتضغط على ادارة الحساب. ومن ادارة الحساب بتضغط على الامان، ومن الامان بتنزل لتحت كده هتلاقي حاجة اسمها كلمة المرور. لما بتضغط على كلمة المرور بيطلب منك باسورد الهاتف او بصمة الهاتف حسب ما الجهاز اللي معاك بيكون شغال. وبعد كده بيفتح لك صفحة تغير فيها الباسورد. ويا ريت لو انت من الأغلبية العظمى اللي ما بتغيرش الباسورد او ما بتحفظش الباسورد، يا ريت تكتبه في ورقة ويكون عندك. لو في يوم موبايلك اتسرق او حاجتك اتسرقت، هتقدر ترجعها من خلال الايميل ده. وفي نهاية الفيديو ما تنساناش من لايك